اتبعي الطريقة دي وانت هتبقي احسن شيف في العالم كله، حتى لو مبتدئة ولسه اول مرة تخشي المطبخ. الفيديو ده للبنات الصغننين اللي من دول ولادي، واللي هم سنة اولى مطبخ وسنة اولى جواز، انما الامهات الكبيرة دول على الراس من فوق نتعلم منهم طبعا. بس ده مجرد روتين مش اكتر من كده. يا ريت لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير فضلا وليس امرا، واللي ما اشتركش يا ريت يشترك عشان يوصل كل جديد معانا. بصوا هنا بوريكم الرزايه عامله ازاي. الرزايه مفرفطه وجميله جدا جدا، اللهم بارك. وما شاء الله عليه، الرز من اوله لاخره الرزايه هي ولا في واحده مستويه ولا في واحده نيه ولا اي حاجه، كله ما شاء الله بيستوي مع بعضيه. هنمشي مع بعضينا بنفس الخطوات والتركات اللي احنا هنقول عليها، هنوصل للنتيجه اللي احنا عايزينها باذن الله. بصوا ما شاء الله اللهم بارك. هنا كنت بعمل تصبيره لابني كان جعان، فرحت حطيت له حبه رز وعليه حبه ملوخيه عشان ايه ياكل، بس قلت اوريهولكم. يلا هنقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. هنا انا كنت عامله الشعريه بوريكم لونها، بس للاسف بحسب الفيديو شغال ومش شغال، الكاميرا فصلت. اهم حاجه تطلعي الشعريه تكون لونها فاتح، لان الشعريه طول ما لونها فاتح بتديكي رز فاتح، بتغمقيها شويه بتديكي الرز انت لسه عاملاه بس اكنه بايت بقاله كام يوم. هنقول اول حاجه بنعملها ايه. اول حاجه بنحط معلقه سمنه وحبه زيت بس كده، وبنحمر الشعريه وبننزل عليها بالرز. زي ما قلت لكم الشعريه فاتحه بتفتح الرز وتخليه جميل جدا جدا، اللهم بارك. زي ما انتم شايفين الشعريه غمقت منك سيكه، خلاص اضمني ان الرز ده اكنه بيت بقاله كذا يوم مع انه هو طازه. ادي دي كده خطوه. المهم تقعدي تشخللي، وانا طبعا بتكلم معاكم هنا في الفيديو، والمهم تكون الشوربه سخنه. بس اهم حاجه تفضلي تقلبي فيه لحد ما يتشمع. اول ما يديكي صوت الشخلله تعرفي ان هو كده ايه اتشمع كده. هو زي ما احنا سامعين صوت الشخلله اللي بقول لكم عليها كده، هو خلاص ايه اتشمع. دي اهم خطوه، لازم يكون متشمع عشان يبقى مفرفط معاكي كده وما يبقاش ملتوت. بصوا اهو، بصوا عامل ازاي الرزايه ايه، تكون ايه كأنها يعني داخله على بياض كده، كأنها ايه ملسوعه اهو. دي كده خطوه. ندخل بقى للخطوه التانية. اهم حاجه تكون الشوربه مغليه زي ما انتم شايفين هي بتطلع بخور. دي اهم خطوه. عملتي الخطوه دي ضمنتي ان الرز بتاعك تمام. ودي ننزل بقى بالشوربه زي ما قلت لكم، اهم حاجه تكون مغليه. وطبعا الشوربه بتكون حقيقه فيها كل الملح والتوابل وكل حاجه، بس احنا هنحط كمان مكعب مرق عشان نعزز الشوربه شويه مش اكتر من كده. نديها تقلبتين كده نتوه كله في بعضيه وياخد غلوتين، ونغطي عليه وما نعليش الا عند السوا، نوطي شعرايه. وزي ما احنا متفقين طبعا هنعمل ايه لو حاسين او شاكين يعني ان هو لسه اللي فوق ده مستويش واللي تحت استوى. هنعمل الحركه بتاعت ام ادم. الحركه دي جميله جدا جدا وعن تجربه كل اللي يجربها بيدعي لي. اهي نعمل كده اهو، اقرب لكم كده شويه اهو. جبنا كل اللي على الوش هنا كده على الجنب ده، عملنا كده هرم على الجنب ده، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونيجي كده اهو كده اهو. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا ضيف جديد النهارده كتكوت، ابني جاي من بره راح جايب كتكوت معاه وهو جاي. شفتوا ابني وجاي من الدرس جايب كتكوت معاه، شايفني انا ناقصه. شفتوا مين بقى بيعمل كده هو كمان؟ مين عيالي بيعملوا كده فيه اهو يا حبايب قلبي. بصوا جبنا اهو كده اهو زي ما انتم شايفين، نروح نازلين بكل ده كده الجنب ده اهو. دي حته لحمه كانت نازله في الشوربه سبتها عادي اهو، بس يكمل سوا براحته خالص. نروح عاملين ايه بقى، نسكت كده؟ لا طبعا ما نسكتش، ده طبعا ايه ورق لوري كان في الشوربه. نسكت؟ لا ما نسكتش، نروح نازلين بقى كده اهو خلاص كده. وطبعا الجنب ده احنا عرفناه. عايزه تطفي النار اطفي النار عايزه، عايزه تسيبيها كمان دقيقتين سيبيها بس كده. نغرف بقى براحتنا من هنا وناكل براحتنا من هنا. ادي اهو بصوا ما شاء الله اللهم بارك اهو. وتخلصي الحله كلها زي ما انت عايزه اهو. بصوا ما شاء الله اللهم بارك مفرفط وعامل ازاي. ده كمان والله الكاميرا ظلماه، والله يا جماعه الكاميرا ظلماه. طبعا هتاكلي زي ما انت عايزه وما تجيش جنب الربع ده نهائي لحد لما تخلصي الكميه اللي انت عايزاها. طبعا اللهم بارك احنا مش هنخلص الحله كلها، بس هنخلي دي اخر حاجه على بال ما انت تاكلي هنا. بصوا ما شاء الله عامل ازاي الرزايه عامله ازاي، ما شاء الله مفرفت وجميل جدا. في اللي بيقول عليه مفلفل وفي اللي بيقول عليه مفرفت وفي اللي بيقول يعني هو ليه كذا كلمه اهو. ما شاء الله اللهم بارك. تسيبيه كده وخلاص كده ايه الموضوع انتهى. عايزه تروحي مغطيه عليه كمان 5، غطي عليه لحد اما ايه ياخد بخار مش مشكله. مش عايزه يبقى برده خلاص وتغرفي على طول. الرزايه ما شاء الله اللهم بارك هي سخنه بس ايه ما شاء الله الرزايه مفرفطه وجميله جدا جدا اهي. بصوا عامله ازاي
ما شاء الله ما فيهوش كلام. وصل معانا لحد هنا. لو طبعا عجبكم الفيديو وعجبكم طريقه الرز، ما تنسونيش في لايك وشير فضلا وليس امرا، واللي ما اشتركش يا ريت يشترك عشان يوصل كل جديد معانا. اشوفكم على خير مع الف سلامه. والله الكاميرا ظالمه الرز. بصوا انا الرز عندي الواحده بوحدته ومنتهى الجمال، والرزايه مستويه ومفيش اي كلام تاني. بصوا اهو، يعني حاجه كده اللهم بارك. يلا اشوفكم على خير ومع السلامه.